ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايبه لكم منتجات سعرها حلو جدا بالمقارنه بالكواليتي بتاعتها، يعني جودتها عاليه والسعر بتاعها رخيص. فهدفي من الفيديو ده ان انا اقولك اني ما عندكيش اي حاجه ان انتي ما تهتميش ببشرتك وبشعرك وبجسمك. بصي ما شاء الله السوق المصري والمنتجات المصرية مش مقصرة معاكي في حاجة، كل حاجة موجودة وبسعر في متناول الايد جدا، يعني تقدري تجيبيها. فمش عايزة ارغي كتير، بس قبل ما ابدأ الفيديو اللي لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشتركي في القناة، تفعلي الجرس وتختاري اول علشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. واول حاجة هبدأ معاكم بغسولات الوش. الغسول بتاع ايفا يا جماعة كلمتكم عنه كتير قوي، بالهيالورونيك اسيد. ده حلو قوي وخاصة في فصل الشتاء، وفي الصيف وفي الشتاء حلو جدا. هو بيرطب البشرة وما بينشفهاش. كميته 160 ملي وسعره ب90 جنيه، حلو جدا وبيقعد معاكي حلو، يعني فترة ممكن يقعد معاكي اكتر من شهر. جربوه ومش هتندم. وتاني غسول برضو لكل انواع البشرة، الغسول بتاع شان يا جماعة. طبعا غني عن التعريف، اكيد سمعتوا عنه كتير قوي. كميته كبيرة جدا 250 ملي، يعني ربع لتر، يقعد معاكي كذا شهر، وسعره تقريبا 180 جنيه. فهو تقريبا لو حسبتي زي بالظبط ايفا هتلاقوها تقريبا نفس السعر، لان ايفا نص الكمية ونص السعر. الغسول بتاع شان ده برضو حلو قوي، ما بينشفش البشرة تقريبا. انا ما سمعتش عنه ريفيو وحش خالص. هو فعلا حلو لكل انواع البشرة. وادي عندك غسول وفي متناول الايد. بعد كده نيجي للشامبوهات. الشامبو ده يا جماعة من الو ايفا بجد حلو جدا، بينظف الشعر حلو قوي وسعره وهمي. يعني سعره على الابليكيشن بتاعهم 67.5، يعني هتلاقوه مثلا لو بيتباع في اي حتة تانية هيبقى اغلى، مثلا 10 جنيه، يعني يبقى مثلا 77. ف حلو قوي طبعا، سعره حلو جدا جدا. تنظيف للشعر حلو، الكونديشنر ترطيبه حلو. فبصراحة يا جماعة ايفا يعني بتعمل حاجات حلوة جدا بأسعار في متناول الايد جدا. بعد كده الهير ماسك يا جماعة، ده من مينك، بجد تحفة جدا جدا. انا استخدمت النوع ده الاخضر ده اللي هو بالصبار، حلو قوي، ريحته حلوة، بيطري الشعر جدا، ريحته حلوه جدا يا جماعه، ريحته بجد تحفه قوي. بيرطب الشعر حلو جدا. كميته كبيره قوي، يعني مفيش هير ماسك تقريبا بالكميه دي، 400 جرام، يعني نص كيلو تقريبا. وكان سعره، انا لما جبته بصراحه جبته تقريبا يعني من فتره كبيره قوي، يعني كان ب40 جنيه، اللي هي في المحلات اللي هي بتبيع مستحضرات التجميل والحاجات دي. بس انا شفت سعره على نون وكده لقيته ب80 جنيه، فستيل هو سعره لسه اقل من 100 جنيه وكميته كبيره جدا. هو تقعد معاكي كذا شهر، فما عندكيش حاجه ان انت ما تستخدميش هير ماسك وترطبي شعرك عشان شعرك يبقى طري وناعم وبيهفهف. وطبعا اكيد يعني توب التوب اللي دايما بتكلم عنه بتاع الو ايفا، تحفه. الثلاث انواع تحفه، مفيش حد اتكلم عليه وحش خالص. هو بس كميته اقل من مينك، يعني ده 250 جرام وسعره هتلاقوه ما بين 60-70، فيعتبر برضو اقل من 100 جنيه وتحفه تحفه. ده 100%، مفيش يعني حد قال عليه كلمه. فبجد حلو قوي، بيرطب الشعر حلو جدا وكل الناس منبهره بيه جدا، فما عندكيش حاجه. بعد كده الشاور جيل بتاع مود يا جماعه، تحفه، ريحته حلوه قوي. انا جربت البينك، يعني ما جربتش بقيه السنس، عجبتني جدا. اللي هو اسمه هواي، كميته 750 جرام، يعني لتر الا ربع، وسعره 80 جنيه. ممكن يبقى اكتر شويه اقل شويه، بس هو ستيل اقل من 100 جنيه. حلو جدا، بيقعد معاكي فتره، فحلوه قوي قوي قوي. كمان في انواع شاور جيل تانية في السوق المصري رخيصه جدا جدا وكميتها كبيره بجد، يعني مفيش عندنا اي مشكله في الشاور جيل خالص، يعني خالص خالص خالص. والحمد لله متوفر. في نوع اسمه دوش،
هحط لكم صورته هنا. ده اللتر منه 55 جنيه بس. طبعا ده تحفة جدا. كمان نوع اسمه ريفولي، وده كلمتكم عنه قبل كده برضو. ده كان تحفة، خاصة اللي هو لونه ذهبي، ريحته تحفة تحفة تحفة. اللتر بتاعه تقريبا ب80 جنيه. كميته اكبر من مود ونفس السعر. فبقول لكم يا جماعه بجد الشاور جيل ما عندناش فيها اي مشكله، الشامبوهات ما فيش مشكله، الكلينزر ما فيش مشكله، يعني الاسعار كلها حلوه والكواليتي حلوه. يعني انا مش بقول لكم على حاجه رخيصه وسيئه او تضر بشرتك، لا دي حاجات انا جربتها وفعلا الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. بعد كده الليب بالم لترطيب الشفايف. طبعا بنحتاج في الشتاء جدا نرطب شفايفنا كتير، خاصة ان احنا بنشرب مية قليلة فغالبا شفايفنا بتنشف. الليب بالم بتاع اماندا يا جماعة يعني حلو جدا، رخيص جدا، يعني ده ب26 جنيه بس، يعني مفيش اي حجة برضو. انا جايبة اللون ده، هو لونه هنا فاقع شوية بس لا، لما بيتحط على الشفايف بيبقى بينك خفيف وترطيبه حلو جدا. ف اماندا يا جماعه، اماندا عامله عظمه وتحفه قوي قوي قوي. الليب بالم ده من لونا، في اس بي اف 30، يعني بتحطيه الصبح. هو لونه ابيض ملوش لون. سعره يا جماعه من 45 ل50 جنيه. بصوا ترتيبها حلو جدا. لونا دي قديمه قوي في الحاجات الليب بالم، فسعرها حلو جدا وترطيبها تحفه. يعني ترطيب اللي هو مش علاج، يعني هو مش علاج بس هي بترطب معقول جدا وحلو جدا. كمان الليب بالم دي من ايفا، بصراحه انا عجبتني قوي. هي دي بالبطيخ، فحلوه قوي. لونها كمان لون البيتش ده، لما تحطيها تدي لون خوخي كده خفيف، لونها حلو قوي وترطيبها برضو معقول جدا. ودي سعرها 70 جنيه. دي تعتبر يعني اغلى من اماندا ولونا. مرطب بقى نستخدمه على البشرة، بصراحة يعني انا ما لقيتش حاجة، او انا ما استخدمتش حاجة الكواليتي بتاعتها عالية قوي واقل من 100 جنيه بصراحة، يعني عشان ما اكذبش عليكم. لكن شان ده ممتاز جدا جدا، يعني حلو قوي برضو لكل انواع البشرة، بيرطب حلو جدا، ما بيسيبش اي زيوت او طبقة دهنية، فترطيبه حلو قوي. وسعره، وهو كميته 120 جرام، وكان سعره تقريبا 140 150، يعني هيعدي 100 بحاجة بسيطة. بس ده يعتبر يعني اقل سعر في المرطبات، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعته عالية جدا جدا. يعني حاولي معلش تزودي شوية على 100 وتجيبي حاجة، لان البشرة دي هي اكتر حاجة يعني حساسة في الجسم، وما ينفعش تسترخصي قوي او تجيبي حاجة رخيصة قوي وتضر بشرتك وتأذيها. فشان ممتاز جدا. الصن بلوك يا جماعة طبعا مفيش غنى عنه، ومن الحاجات المهمة جدا جدا انك تستخدميها كل ما تخرجي، دي حاجة اساسية. عشان كده يعني انا لقيت لكم ان كولاجرا بالنسبة لي في الشتاء حلو جدا، يعني ما عنديش مشكلة معاه في الشتاء. يمكن في الصيف شوية عشان بشرتي بتبقى مختلطة مايلة للدهنية في الصيف اكتر، وهو شوية بتحس ان هو بيدي لمعة كده. ففي الشتاء هو حلو جدا. سعره كان 108، فبرضو سعره يعني 100 او معدي 100 حاجة بسيطة قوي. فده يعتبر ارخص صن بلوك كويس، كواليتي بتاعته حلوة، وهو كميته 50 ملي، فيعتبر معقول جدا بالنسبة لبقية اسعار. طبعا الصن بلوك عامة بتبقى اسعارها عالية علشان الحماية دي للبشرة. كل ما تجيبي صن بلوك اغلى وتركيبته احسن، طبعا الفلاتر اللي فيه احسن، كل ما بتقدري تحمي بشرتك اكتر. فده يعتبر معقول جدا بالنسبة للشتاء، وكسعر طبعا ممتاز جدا. بعد كده من مرطبات الايد الحلوة جدا الكريم الجليسرين ده من كيران مور، وده حلو قوي طبعا في الشتاء او تحطيه قبل ما تنامي. عامه بيبقى تقيل على الايد وبيرطب حلو جدا، وكميته حلوه 75 جرام وب30 جنيه بس، او ممكن تلاقيه اقل من 30. فطبعا يعني حلو جدا جدا كسعر وككواليتي،
حلو قوي قوي. كمان كريم الجليسرين ده من لونا للايد وللكعب، هو كريم تقيل تقيل تقيل، كميته 40 جرام وب30 جنيه برضو، بس هو اتقل كتير من كير انمور وترطيبه عالي جدا جدا. فطبعا كريمات لونا ترطيبها تحفة جدا. كمان اماندا حلو قوي برضو، الهاند كريم كلمتكم عنه، كميته 80 جرام وسعره 55 جنيه، فيعتبر برضو ككمية اكبر من اللي كلمتكم عنهم قبل كده، بس هو اخف منهم. لكن هو ستيل برضو تقيل شوية، اللي هو يتحط برضو قبل ما تنامي، بيرطب الجلد حلو جدا. برضو اماندا عاملة كريم حلو قوي للايد. نيجي بقى لكريمات الجسم، لونا برضو ده يعتبر ارخص مرطب وكواليتي عالية جدا، يعني يعتبر يمكن احسن كواليتي في كل كريمات الجسم بالاسعار بتاعتها العالية. لونا اموليانت ده بالكوكو باتر، بيرطب حلو جدا في الشتاء يا جماعة، تقيل فعلا وبيرطب حلو جدا جدا. ده كميته 75 جرام وسعره 40 جنيه بس، يعني مفيش كده. في طبعا كمية اكبر اللي هو 300 جرام، علبة اكبر وسعرها تقريبا 150 جنيه. هو حلو جدا جدا كترطيب وككواليتي وكسعر، طبعا هو ممتاز، يعني ياخد 10 من 10 في ترطيب الجسم والايد، حلو جدا جدا. نيجي بعد كده للديودرنت. طبعا احنا بنستخدم ديودرنت في الشتاء عادي جدا، بتاع ايفا يا جماعه. انا عارفه ان في ناس مش بتحبه، بس هو في الشتاء هيبقى معاكي احسن، يعني سعره تقريبا 80 حاجه و80، فطبعا اقل من 100 جنيه. انا جربت منه اللي هو البينك ده، عجبني قوي، فبستخدمه على طول في الشتاء. في كمان الديودرنت بتاع دراكون، برضو اقل من، مش اقل، هو سعره 100 جنيه او 110 مثلا، لو جبتيه في اوفر تقريبا الاتنين ب200 جنيه. ف برضو حلو جدا جدا في الشتاء وفي الصيف بصراحة، يعني الاتنين انا معايا في الصيف في الشتاء كويسين، بس ده حسب طبيعة جسمك. زي ما انتوا عارفين طبعا انها بتختلف من حد للتاني حسب طبيعة التحرك عنده عامل ازاي. فدي الديودرنتس اللي هي سعرها 100 جنيه او اقل، حلوين جدا جدا، الكواليتي بتاعتهم حلوه قوي. بس كده يا حلوين، اكون وصلت لنهايه الفيديو. قولوا لي انتوا ايه اكتر منتجات رخيصه جربتوها وعجبتكم جدا الكواليتي بتاعتها، عشان اجربها او عشان غيري يجربها. متنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وشير مع اصحابكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.